السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. طبعا اللي عايز يسأل على إيه، يعني إيه مكنسة كهربائية؟ يعني مكنسة لاسلكية، يعني دايسون. معروفة إن دايسون هي أفضل شركة بتعمل مكانس كهربائية وأغلى شركة. هي طبعا شركة انجليزي يا جماعة، بس دي بقى مش زي كل الشركات بقى بتصنع في الصين. المكانس دي بتتصنع اتوقع في ماليزيا تقريبا اهو. جي بي مش عارف ايه، خلينا نشوف اهو. دي بقى ما بتصنعش يا جماعة في الصين زي كل الشركات، بتصنع في ماليزيا. شوفوا اهو، هي طبعا معروفة دايسون شركة انجليزي اهو، صنع في ماليزيا. المكنسة اللي معانا دي اللون الجولد، دي في 12 في 12. طبعا انتوا عارفين المكانس دي بينزل منها اصدارات، نازل في 8 في 9 في 10 في 11 واصله الفي 15. دي الفي 12، دي اللي هي تعتبر الوسط ما بين الفي 15 والفي 10. معرفش الارقام اللي في النص دي راحت فين. المهم دي في الفي 12. طبعا دي افضل المكانس الكهربائيه من ناحيه الجوده والفرش والمواصفات. خلينا كده نستعرض معاكم في الفيديو سريعا. اهلا بيكم في الفي 12. صراحه يا جماعه الدايسون اتطورت بطريقه رهيبه. كتروا عدد الفرش، علوا التكنولوجيا، زودوا اداء البطاريه. يعني بصراحه فعلا في اختلاف رهيب من بعد الفي 12. يعني الفي 10 كانوا عاملين مجموعه فرش صراحه، لكن في الفي 12 انا شايف في تطوير رهيب، والفي 15 كمان مطورين فيها. خلينا كده نستعرض معاكم. مبدئيا ده الجسم بتاع المكنسة. بس انا بصراحة يعني انا مستغرب، كان زمان زرار الباور بيبقى هنا وكان في متناول ايدينا، بحيث ان احنا لما نمسكها كده تبقى سهلة. معرفش ايه السر ان هم عملوه فوق كده. وطبعا ما شاء الله شوفوا اداء البطارية يا جماعة. البطارية الجهاز ده مثلا واخد 20 يوم في الشحن عقبال ما وصل. آه والله ما شحنت ولا عملت اي حاجه، انا يا دوب فتحت وجربت. ما شاء الله البطاريه محتفظه بادائها زي ما هو. دي الفرش اللي بتيجي معاها او مجموعه الفرش اللي بتيجي معاها. طبعا دي الماسوره الرئيسيه، طبعا مش عايزين نفك كيسها، هي لونها ذهبي كده جميل. دي الجهاز الرئيسي. زي ما انتم عارفين ميزه الدايسون انها تكنولوجيا عاليه. زودوا بقى الاداء بتاع التكنولوجيا. دلوقتي يقول لك هي شفطه قد ايه جراثيم من الاوضه ومش عارف ايه، ويديك كده تفاصيل كتيره جدا. يعني شوف لما انا بدوس زرار باور هنا هو يقول لك قد ايه مايكرون ومش عارف قد ايه درجه من المايكرون، وايه قد ايه ميكروبات، حاجات كده ليها تفاصيل شويه. ده الفلتر بتاعها، وطبعا بيتفك من هنا كده بسهوله. وطبعا هنا الماسوره بتاعت التطويل بتركب. الشاشة طبعا ليها 3 أنماط. أقدر أنا أشغل على الإيكو اللي هو الاقتصادي، أو أشغل على الوسط اللي هو الميديم، قوة الشفط وسط، أو الها عالي خالص اللي هو البوست. البوست ده هو بيديك كده علامة حمراء بيقول لك إن ده أعلى حاجة استهلاك بطارية. هتحسوا فعلا بالاختلافات. خلينا مثلا نسمعكم صوت الإيكو مثلا. ده صوت الميديم في الشفط. خلينا مثلا نعلي شوية ميديم وسط، اعلى شويه. شوفوا بقى البوست فعلا رهيب وصوته عالي جدا، ويعني صوته عالي يعني قوه شفطه عاليه. لا في فرق رهيب صراحه. طوروها بقى شكلها كده جميل. وطبعا في هنا فلتر في الخلف عشان ما تطلعش اتربه من الموتور. الفرش بقى يا جماعه، الفرش حدث ولا حرج. زودوا كميه فرش رهيبه. دي مش عارف انتي ستاتيك سكرو شكلها كده، يعني عاملة زي المطاط. هنا في مطاط وهنا في زي مقشة، فبقت تشفط والمكنسة دي تلف. يعني تكنس وفي نفس الوقت تشفط. برضو دي برضو معمولة كده لنوع معين من السجاد، معرفش لانه عامل كده زي الناعم، بيفكرني بالكروس ويف. بصراحة انا مش قادر، ما لحقتش اقرا الكتالوج. بس شوفوا كده خامتها فرشة. شوفوا هنا فرشة كده، وهنا زي
حاجة كده ناعمة. هل دي للوبر؟ معرفش. خلينا برضو نقرا الكتالوج معاكم. في فرشة بالشكل ده، برضو ده شكل. في فرشة بالشكل ده عريضة، برضو ليها استعمال. في فرشتين صراحة معرفش افكهم، اللي هم العاديين بتوعنا، اللي هي بتاعة التطويل، والفرشة العادية. دي طبعا الفرشة الرئيسية او القطعة الرئيسية، برضو نفس القطعة. بصوا عاملة فيها كده زي قطعة زي ما تكون مساحة، طبعا ما بتشوفش مية، بس يعني ايه حاجة كده كاوتش بحيث انها تمسح. هير ريموفال مش عارف فانيس. لازم نقرا الكتالوج صراحة، احنا بس حبينا نعمل ريفيو كده قبل ما نشحنها لعملتنا. هي عملتنا كانت طالباها وطالبة معاها 15 في واحد، فحبينا كده ايه نفرح العميلة يعني نفرحكم بيها ان شاء الله. دي الفي 12 مكنسة دايسون. انت عارفين دايسون شركة انجليزي، بتصنع في ماليزيا بقى، مش الصين زي كل الشركات. طبعا دي واصلة تطويل، بس بقى فيها مرونة كده، يعني يعني مثلا في وصلة هنا تاني شفتها، دي بتتني كده، يعني بحيث ان احنا لو عايزين نشتغل تحت ترابيزة او حاجة، بصوا كده اقدر بمنتهى البساطة وانا ماسك المكنسة كده وهي تشفط كده. بصراحة منتجات دايسون فعلا الغالي تمنه فيه، يعني مش مجرد بس علو سعر على الفاضي، لا، مكنسة تستاهل، تكنولوجيا عالية، أداء قوي ما شاء الله. شوفوا البطارية بدون أي شحنة جاية بنفس الأداء. ربنا يبارك لأصحابهم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.